ومستويه، مش معجن خالص. ليه؟ عشان احنا سويناه زيه زي الرز. في ناس بتسلقه، انا ما بسلقهوش، انا بسويه زيه زي الرز. بصوا مبدور ازاي بالواحده. هنا بقى كان البصل خلص، باخد الزيت وبعمل. هنا نزلت بمعلقتين كبار زيت، وهنزل بالثوم، ده مطرح البصل، وهنزل بالثوم وهفضل احمر فيه. وبعد كده هنزل بالطماطم عليه. اول بس ما يحمر كده بصوا بيبقى لونه ذهبي بس. نزلت بالطماطم اللي انا مفرزاها. هنا بقى هعمل الرز. هاخد برضو معلقتين كبار من الزيت بتاع البصل، بيدي طعم تحفه تحفه للحاجه بجد. هفضل اقلب في الرز لغايه ما يخشول معايا كده، وبعد كده انزل بميه سخنه. احط الحدق بتاعه اللي هو الملح بتاعه، واول ما يشرب هوطي عليه. وادي الحمص اهو خلاص استوى، وادي الصلصه بتتسبك. بصوا بجد شويه كشري بجد عظمه. هنا بوريكم الرز. بصوا خلاص اهو كده اتشرب، هوطي عليه شمعه. هبتدي بقى اعمل الدقه بقى بتاعته. عندي بقى طماطم مقطعاها، دي الشطه، وهحط كمون وهحط شطه على الطماطم، وهنزل بالملح، وهنزل بالخل، وبعد كده هنزل بكبشتين صلصه بس. هي دي عندي الشطه. نفس النظام بالظبط هعمله في البتاع، بس مش هحط صلصه. قوطه، كمون، توم، ملح، خل، بس دي الدقه. هنا عندي الصلصه اتسبكت، حطيت لها ملح وكمون. ده الزيت بقول لكم اللي فاض من البتاع. بصوا بنزل بقى على كل حاجه شويه زيت شويه زيت على المكرونه. وبعد كده باخد الزيت بتاع الصلصه. الزيت بتاع الصلصه دوت لما بحطه على المكرونه بيدي المكرونه طعم خيال، بيعلي التيست بتاعها قوي. انا ما خدتش كتير، انا خدت الزيت بس. بصوا ما لونتهاش. ابتدي بقى اغرف، احط الرز من تحت، وبعد كده المكرونه، وبعد كده العدس، وابتدي بقى اظبط بقى الطبق بتاعي الجميل. بصوا العدس مبدور ازاي بالواحده. بصوا الجمال. ننزل بعد كده بالصلصه، وادي اللي عندي. بص بقى البصل اللي عندي مقرمش ازاي. هنزل بالبصل، وبعد كده هنزل بالحمص، وكلي احلى طبق كشري في البيت، ملهوش علاقه ببتاع بره خالص خالص. بصوا الجمال. بصوا كل حاجه مبدوره ازاي، وبألف هنا وشفا. لو وصلتوا لهنا لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.